مصطفى شعبان عنده أضخم مزرعة خيول، وهاني رمزي عمل ثروة من المطاعم، وعمرو دياب عمل إمبراطورية في العقارات. أما تامر حسني فده بقى حكاية. أصل النجوم دلوقتي ما بقوش نجوم في الفن، لا دول نجوم في البيزنس كمان. بس يا ترى إزاي عملوا الإمبراطورية دي، وثروتهم وصلت لكام، وبيشتغلوا إيه؟ كل دي تفاصيل هتعرفها معانا في الفيديو ده. عارف الجملة اللي بتقول الفن ملوش أمان؟ الجملة دي مش مجرد كلمة بتتقال في الكواليس أو نصيحة عبرة، دي حقيقة وتجربة عاشها نجوم صف أول في مصر، خلتهم يقبلوا حياتهم ويتحولوا لرجال أعمال بجد، لدرجة إن ثرواتهم ومشاريعهم بقت بتنافس كيانات اقتصادية ضخمة. خلينا نبدأ بمصطفى شعبان اللي بدأ حياته المهنية كمساعد مخرج بعد ما اتخرج من إعلام، بعدها التمثيل خده بجماله وانضم لفرقة الفنان محمد صبحي. بس مصطفى كان عينه على حاجة تانية خالص، وهي الخيول. مصطفى ما قررش يعمل مجرد مزرعة، ده عمل مشروع قومي للخيول العربية الأصيلة، وبقى يختار أنقى السلالات، لدرجة إن المزرعة بتاعته بقت مزار رسمي لسفراء ومسؤولين من دول عربية بييجوا يشوفوا الكنز، منهم سفير السعودية اللي زار مزرعته في 2020 حسب اليوم السابع. لا وإيه كمان، ما اكتفاش بالخيل، دخل عالم المطاعم بقلب جامد، وافتتح سلسلة مطاعم بيبرنس اللي بيديرها بنفسه بكل تفاصيلها، زود عليها شركة سياحية ضخمة وشركات استيراد وتصدير للأجهزة الكهربائية اللي بيوزعها على أكبر المولات في القاهرة، وده حسب موقع الموجز. الحقيقة إن مصطفى مشي ورا نصيحة إن الفن يوم ليك ويوم عليك، وقرر إن ظهره يكون مسنود على بيزنس ما بيقفش. أما تامر حسني فده حكاية تانية في الذكاء التسويقي. تامر مش بس بيغني ويمثل، تامر براند بيمشي على الأرض. ثروته حسب موقع سيلبرتي نتورث وصلت ل 12 مليون دولار، يعني بالمصري حوالي 540 مليون جنيه. تامر فهم إن اسمه لوحده كنز، فعمل خط عطور خاص بيه في 2021، وده بمشاركة زوجته بسمة بوسيل، وقبلها كان عامل خط أزياء إيطالي بلمسته الخاصة، لدرجة إن البعثة المصرية في أولمبياد طوكيو لبست من تصميمه حسب مصراوي. ده غير أجره اللي بيعتبر من الأغلى الفنانين في الوطن العربي، لدرجة إن حفلة واحدة في الساحل ممكن يوصل فيها أجره لرقم خيالي، وفي الخارج بيعدي ل 290 ألف دولار للحفلة، وده حسب موقع الجمهورية. وعلى سيرة المحاولات لازم نحكي عن هاني رمزي اللي اتعلم الدرس من أستاذه حسين فهمي، اللي قال له الفنانين ولاعيبة الكورة غلابة وممكن في لحظة يبطلوا شغل. عشان كده هاني حاول في الأول يفتح كافيه، لكن المشروع فشل قبل ما يبدأ، وده بسبب ظروف خارجة عن إرادته. بس هاني ما بييأسش، قرر يفتح محطة بنزين ضخمة ومطعم وجبات شرقية في أمريكا عشان يخدم الجاليات العربية هناك، وأسس شركة إنتاج فني في الإمارات سنة 2018. وفي 2022 هاني دخل في الحوت الكبير وهو الاستثمار العقاري، وشارك في مشروع ضخم بالعاصمة الإدارية، وقال إنه أخيرا حقق حلمه إنه يستثمر في العقار لأنه أضمن حاجة للمستقبل. طبعا مفيش كلام عن البيزنس يكمل من غير الهضبة عمرو دياب. عمرو أثبت إنه هضبة في الإدارة زي ما هو هضبة في الغنى، وحسب مصراوي عمرو اتوسع بسرعة البرق وبدأ بسلسلة فنادق لوكاندا، وده بالتعاون مع رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار في الساحل الشمالي. بعدها دخل في مشروع فنادق دو بوتيك هوتيلز في القاهرة الجديدة، ودي فنادق ذكية بتعتمد على تكنولوجيا والمزيكا والصحة، فكرة سابقة عصرها في المنطقة. ده غير براند 34 اللي فيه كل حاجة من أول النظارات والأزياء لحد العطر الخاص بيه، عمرو دياب 34. الهضبة بيعرف يختار شركائه بعناية زي إعمار وإعمار مصر، وعارف إن وجوده في أي مشروع شهادة ضمان للنجاح. تيجي بقى للفنان أشرف عبد الباقي اللي وجهة نظره في البيزنس مختلفة تماما. أشرف فتح سلسلة مطاعم طنط في مصر ووصل بيها للسعودية في موسم الرياض. أشرف شايف إن المطاعم مش بس أكل وفلوس، دي وسيلة لفتح بيوت وتشغيل الشباب، ودايما بيقول إن أي حد يفتح مشروع لازم يكون هدفه الأسمى إنه يأمن مستقبل الناس اللي شغالة معاه. على فكرة مطعمه في الرياض بقى قطعة من مصر، بيقدم تجربة المعبد المصري والأكل الأصيل وسط أجواء عالمية حسب صفحة المطعم. نيجي بقى للفنانة هالة صدقي اللي عملت مشروع مختلف خالص وراحت للزراعة وبقت بتتاجر فيه هي وأولادها، كمان فتحت مطعم تستخدم فيه محاصيل أرضها ومنتجات الدواجن والمواشي اللي بتربيها. هالة قالت بوضوح إن بشتغل بإيدي ومستعدة أنقل البصل بنفسي عشان محتاجش لحد ولا اضطر أقبل أدوار مش راضية عنها، وبكده بتحافظ على اسمها وتاريخها الفني، وده على حسب موقع ليها. الحقيقة إن النجوم دول فهموا إن الأضواء ممكن تنطفي في أي لحظة، فقرروا يبنوا إمبراطورياتهم الخاصة وهم في قمة نجاحهم. كمان سمية الخشاب حولت هوايتها لتصميم الأزياء لبزنس، وفتحت أتيليه كبير وبقت بتصمم فساتينها وفساتين صاحباتها، وبتقول إن والدتها هي اللي بتدير المكان، والقصة مش بس فلوس، دي موهبة حبت تطورها. دلوقتي قول لنا إيه أكتر بزنس نفسك تشتغل فيه؟